مساء الجن. ايه الكلام، عاملين ايه؟ فل الفل. وحشني والله. والله العظيم. معلش بقى، كامب. كنت في كامب كده بقى، فاهم؟ كم مين يا كويس. كامب شزار. فكنت حابب نتكلم عن المرمطة بتاعتنا كلنا كده، بما انك انت هتتجوز. وانا اتمرمطت فعلا، يعني انا فعلا هو انت متمرمط. الصراحه اخر 3 شهور دي انا متمرمط. هقول لك والله. بص، انا بداية مرمطتي كان في يوم انا كنت رايح اقدم لشغل، كان في زميلة كانت يعني ما كانش في حاجة من ناحيتي، بس هي كانت شايفة ان في حاجة من ناحيتي وناحيتها، ولازم نكون أسرة. لقيتها خلتني اكلم قرايبها وبتاع مرة واحدة. مره واحده. انت اتحطيت في جوازه يعني. وانا كنت قاعد اصلا بأزاز لب. ففي يوم هي خلتني اكلم عمتها، فعمتها قعدت احكي لها عني وبتاع مش عارف ايه. قالت لي والله يا ابني، لولاش ان بناتي كلهم متجوزين كان زماني جوزتك واحده منهم. امسك لي المايك ثواني. ايه تعريس لقطه يعني امسك لي المايك ثواني. ولا اقول لك انا عندي ليك عروسه. وراحت قايل لي اسم البنت اللي بكلمها، اللي هي بنت اخوها وبتاع. وهي لسه بتقول كده، اقسم بالله كنت بنشر البوكسر ده وهو بالمنظر ده، فاهمني؟ يعني عايزين حاجه. عامه انا عندي مصيبه دلوقتي، انا حاسس ان انا كل شويه بطلع بالتيشيرت ده في الشانل دي، حاسس ان انا الناس هتفتكر ان انا جاي بيه، فاهم؟ اللي انا والتيشيرت ده جايين انت ما باكج. عندكش غيره شبه محمد طارق، ما عندوش غير الكولوت اللي هو انت عايز الناس تفكر ده؟ انا بس لا، اخر مره انا لبسته كان من شهرين ده. انت انا مشكلتي ان مشكلتي الوحيده في القناه دي ان انا ما بطلعش عليها كتير. انت ايه مرمطتك يا علي؟ والله يعني هو بعيدا عن المرمطه اللي اتمرمطها. خلاص، حلو قوي يا علي كده. الكامب بقى يا سيدي، انت اعتمادك كلي في كل حاجه هيلسي، حتى الحمام داخله هيلسي. ليه يا سيدي؟ انت لازم تعمل كده على القعده. خش علي بقى، معلش ماشي، ندي فرصه لعلي، معلش ندي فرصه يا علي. ماشي، انت ايه المرمطه اللي اتمرمطتها يا علي؟ غير النمره اللي فاتت يعني. انت فاهم كده؟ ايه هي بقى؟ يعني هو انت ايه بقى مرمطتك؟ لا والله تعالى. انا عندي مشكله كبيره جدا. عامه كنت انا عندي مشكله كبيره قوي ان انا عواطلي. بس يعني الناس لما تسمع ان انت عواطلي تفتكر انت ما بتحاولش او ما بتدورش. مش عواطلي، هو مكسل بس. لا، ده قبل ما انت تخش الجيش. انا اترفضت مرتين من شركه كولتات. يعني حتى العفانه ما نفعتش فيها. لا مش دي الفكره، انا اقول لك اترفضت. المشكله الاكبر ايه بجد. ايه؟ انت معاك كولت في جيبك ولا ايه؟ انا شغال في شركه كولتات. هو علي عارف. اول يوم رحت انا رايح ميح، ما اعرفش اي حاجه، ما اعرفش الكولت اصلا عامل ازاي. ما اتعاملتش، ما شفتش، ما بص، اشتغلتش، ما انا اشتغلتش هوصف. حرامي. لا يعني انا ما انا اشتغلت هعرفك. بس يعني بتكلم عن الكولتات سيبه الحريمي، لا، سيبه. الشيفون والحاجات اللي هي بتاعت الحريمي، تمام. ما تكرمش. يعني انا لا اشتغلت حرامي كولتات قبل كده، تمام، ولا اشتغلت شمام كولتات اللي هو بيبقى على الجروبات بتاعت القناصين دي قبل كده. انت فاهم؟ يعني انا رحت، انا ابيض. فده تمام بعتني، قال لي ايه، انت روح قدم وبتاع، هيجيبوك الصاله عندي هتختبر. فانا قلت علي ايه هيساعدني وبتاع، بعد كده ايه اشتغل انا. رحت يا باشا لقيت نفسي في قاعه تانيه، انا عمال اتكلم في التليفون، علي الحقني علي. علي بيخطفوني علي، انت فاهم؟ حطيني اقسم بالله قدام تلك كلوتات، يلا والله اشتغل. قاعد واقف لي كده، اقسم بالله ماسك الكلوت عمال اقفش فيه انت. فكرة ان هو بعد ما قعد يشمشم في الكولوتات والكلام ده كله فاهم؟ اترفض. لا ده انا اترفضت، مش دي بقى المشكله، انا رحت تاني بس انا رحت عندي خبره بقى، انا مش عبيط. انت فاهم؟ ما برضو ايه، ضربتين في الراس توجع يعني، ثلاثه في التيز استحاله يعني. انت حرفيا طيز بقى. انت فاهم؟ رحت اشتغلت. المشكله ان انا كنت كويس جدا، انا كنت في البرايم بتاعي، برايم الكلوتات بتاعي. انا كنت ممكن اشتغل على حبيله عادي. كان مستر كولوت ساعتها. مستر كلوتات، تمام. كنت ماسك بطلع فتل، بطلع شغل كويس، عملت تل كده وراجع عارف ورايا عارف الدنيا تمام. برضه رفضوني.
طب كفايه بقى. من كتر ما أقسم هو كان بالله. عنده خبره اقسم بالله راح قال للمدير انا عايز كولوتي. يا ابن المهبل. انا عايز كولوتي، انا عايز كولوتي، عايز كولوتي، ادي كولوتي يا حرامي. انا جات لي شغله 14 ساعه في سايبر 150 في اليوم. هو الشغل ده فين؟ انت موافق على ده؟ 14 ساعه ب 150 في اليوم. انا يا كنت اسطى شغال هتلعب انا ببلاش. كنت شغال 15 ساعه ب 50 جنيه في اليوم. كنا متمرمطين، مفيش حد اتمرمط اكتر من الراجل اللي جنبنا. يا اقسم اسطى. بالله. انت مبسوط ليه؟ انتوا لو شايفين اللي انا شايفه بجد والله العظيم، احمد طارق حاطط البوكسر المخرم في رجله عمال يمرجح بجد. احمد طارق بدأ عامل البوكسر ده معامله الابن الضنا. انت فاهم حاجه؟ بيقدس البوكسر بشكل مرعب قوي. احمد لما ارجع اصور في الاستوديو تاني هتلاقيه متعلق ورايا. فكره كريتيف. احمد طارق هو بيرسم له عينين وبقه. الوحيد اللي بقى مقنع قوي لو انت لبسته مكتوب عليه دلعني او مش حني بقى. منطقي فشخ. لا 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 لا. عايزين نسمع علي شويه بالله عليك. انا ما فتحتش بقك. حد قال لك تتكلم؟ انا اسف. العيد ده بفلوس يعني. يلا بينا. ماشي. عامة احمد طارق قريب هيجيب مايك جديد يا جدعان، وفي تطور قادم غير مسبوق. هنعمل بقى اجازة الكامب الجاية. اجازة الكلام. هيكون اسمر من كده شويه كمان. هو فاضل له درجتين ودرجتين ويبقى عامل شبه عفروتو. بص هو كبداية مرمطة فعلا. سيبه ف- يفضفض عشان هو محتاج. فكرة ان الواحد يروح يخطب حاجة هناك. انا حاسس ان الفيديو ده ممكن يبقى هو ده سبب الفركشه ببلاش. المهم يعني انت رايح دلوقتي عايز تخطب، بسم الله الرحمن الرحيم، عايز تجيب بقى خاتم، تعمل بقى قراية فاتحة، فاهم؟ انت قاعد بسم الله الرحمن الرحيم ترفع ايدك تقرا الفاتحة، انت دفعت مبلغ عشان تقرا الفاتحة اللي انت بيحفظها لك من اولى ابتدائي. انا دايما بقول الجمله في دماغي، طب لو قرينا البقره انا هدفع قد ايه بقى؟ ده هخش في مليون جنيه. جدير بالذكر علي عمل قرايه فاتحه في حفله، وبعدها بكام شهر عمل خطوبه في حفله. هعمل لسه هيعمل يعني تقول له ربنا يتممها بخير يعني ان شاء الله. او اموت قبلها. الفكره ان انا امه كانت هتقتلني اليوم ده عشان هو قاعد ماسك المايك. يعني احمد طارق كان موجود يومها، قعد مس على كل الموجودين، مس على خالته وامه وابوه وعمته اشتغلت وسته. نبطشي حرفيا. اشرف الزيب، ايمن الزيب، انس الزيب، وكل ذئاب بلدنا زيب. سيبني بقى. يعني انت بعد ما تخش تعمل الموضوع ده، انت كل خطوه لازم محفظه، تخطي برجلك بمحفظه، فاهم؟ ايوه صباح الخير بمحفظه. صعب قوي اه. صعب قوي. انت فكره ان انت اصلا مكرس 3/4 قبضك. 3/4 قبضي انا على الحرام من ديني بقبض حوالي 6000 جنيه، ما بتبقاليش منه غير 500 جنيه انا عايز اقول لك على حاجه. بنزل بيهم معاك على القهوه. بقى انت يعني انا واحد من الناس قسما بالله والله لا كنت اعرف يعني ايه جمعيه، ولا كنت اعرف والله ما كنت بحوش. امي كانت بتقعد تشتكيني طوب الارض عشان انا ما بحوش جنيه. الفلوس صرفها كلها على الخالات صحابه، فاهم؟ تلاقي الفلوس انا كلها. كان امه بتقول كده. عايز اقول لك على حاجه. في مره في العيد اللي فات اللي علي بيه لقيته داخل عليا بانبوبه معجون، قلت له ايه دي يا علي؟ قال لي بابل جم. قلت له ايه يا صور جم اللي قال عليها جمجمه دي. قلت له يعني ايه مش فاهم. قال لي بتاع بالمصاب تبقى ماسكها في البق. يعني ايه؟ يعني ايه يعني انت؟ ايوه والله كنت تافه. انت عندك رفاهيه. البتاع دي كانت داخلها في 30 جنيه لما سالت عليها وشفتها 30 جنيه. بجد والله كنت تافه هناك، مش بعمل اي حاجه. اصل جايب لي انبوبه قد كده وبتمصها عشان ليه يا حبيبي؟ ما عندنا انابيب يا حبيبي تمصها. بس جمله ان انت فعلا بتمص انبوبه عشان توصل لمستيكه كده لسه اثرت معاك في حاجه؟ يا راجل لا، يا ما راجل بص، يا راجل أقول يا لك- كيف البلو جوب. اقول لك كيف البلو جوب يا راجل يا لوطي. عموما يعني انا بعد ما طلعت من الجوازه دي ربنا كرمني وجبت 10 بوكسرات جداد. شبه ده؟ جامد قوي ده، جامد قوي ده استثمار. استثمر فيهم ده تداول البوكسرات ده حاجه جديده جدا ده، خلي بالك.
عارف انت اللي هو تدفع مثلا 20 جنيه في بوكسر، ممكن البوكسر يغلب تبقى ب 40 ترجع الفلوس. حاجه جامده بجد تكسب. والله. انت عارف البوكسر ده لو عملنا له براند والله بجد ممكن نعمل البوكسر ده براند، ممكن لا، نسميه إحنا- بجد والله سيبني، ممكن بجد نعمل البوكسر ده براند حاجه مشهوره جدا. نسميه مثلا، عارف ان نسمي براند حاجه كريتيف، كوتونيك. تحس لي حاجه جامده قوي كوتونيك، تمام. ممكن مثلا حاجه تانية، تويز. ايه تويز. طيب جامد فشخ حلوه. طيب بس ويبقى ما فيهاش فكره، هي كوتونيك لا، فيها هو فكره. يبقى لا انت يبقى فاهم مثلا ايه، الكلوت عباره عن ان هو من قدام مفيش ورا. عايز اقول نصيحه بعيدا عن الفيديو يعني. تتجوزوش تكسر تخطبش. ذاتيه. تخطبش. عارف نجم البحر خليني. يعني عموما نصيحة علي، ما تخطبوش، ما تتجوزوش، خليكوا شواذ. ده كلامك. كل بابل جام. استمر على الموضوع هتلاقي الموضوع اثر فيك. انا كنت في ابتدائي، واحد جاي يشتم بنت، قال لها قالت له مش عارف ايه حاجه، والولاد حاجه كلام الشراميط اللي كنا بنقوله احنا الصغير ده. أيوة. هضربك ضربه في مسانتك البوليه. فدي اتخذت عليه جرم. انت فاهم حاجه؟ هو كان فاكر ان الموضوع الجنسي هو المثانه البوليه، اصل هي فاهم حاجه زي تحت الحزام، فاهم؟ اطلع حاجه، قال لها انا هضربك في مسانتك البوليه. الواد دخل فصل. صح، انت نموذج حقير. صح، انا فعلا حقير فعلا. عامة فده اغرب فصل في الدنيا. انت فاهم؟ اغرب من فصل احمد طارق في الاعدادي. انت على عشان علاقه حسب بصاحبك. حكاويه كان فصله ابن متناح. انت على علاقه بصاحبك ده دلوقتي؟ لا طبعا. زمانه بقى ممثل سكس. زمان لما دكتور مسالك بوليه. هو شغلته بقى الشطافه دي. المهم يا سيدي، بيجيبوه يدوسوا على بتاعه كده. تدوس عليه فاهم. احمد طارق مات. واحد حب واحده وطلعت بايسكشوال. ده اكيد اوسخ من اللي انت بتقوله بكتير يعني. عموما انا كنت اعرف واحدة اجنبية وتصاحبنا وقعدنا نتكلم كتير، وكنا يعني انا كنت بصراحة داخل الصحوبية دي ليه؟ عشان طمعان، وانت عارف طمعان في ايه؟ طلعت ايه بقى؟ طمعان في لازم البنت. اصل انا بحس ان اي علاقه بتيجي هنا في لازم يوم تطلع حاجة. في يوم طلع عن زبر مثلا. لا طلعت احمد في فؤاد يوم. نجم. طلعت يوري مرقت حاجه زي كده. يا ريت طلعت احمد فؤاد نجم او اي حاجه. في يوم دخلت لها كده قلت لها ليندا I want say يعني انا مش فاكر. something يا عم. I want to say something for you what you need احمد. عامة احنا كده عرفنا ان احمد طارق كان بيكلمها من جوجل ترانسليت. حصل وش قالت لي what you need. قلت لها ليندا I love you I really love you. قالت لي I'm sorry احمد but I'm lesbian. طب حلو جدا يا ست، قطعوك. بسيطه جدا. عامة فقالت احنا لي- ممكن نتغير عشان بعض. قلت لها what mean lesbian. قالت لي I just love girls. اما قلت لها اما كده دبل جم. قلت لها اغرب حاجه why not. استنى بس، قلت لها why not I love girls too I am lesbian. المشكله ان انا لقيت ليندا عملت لي بلوك من بعدها، مش عارف، ما كنتش عارف ليه لحد ما فهمت بقى. حتى 2024 فهمت 2024. عايزين بقى ندي نصيحه حلوه. مهما كانت معاناه او تعبان او متبهدل، افتكر ان الوقت بيعدي وكل حاجه بتعدي. كل بابل جام. ما تاكل. كنت لسه ما تاكلش بابل جم. لو اكتشفت ان انت ميولك مغايره ما تسوقش فيها يعني، روح للدكتور او روح لابوك. حاول القريب يعني، انا شايف انها تيجي من القريب. ولو انت حسيت ان ميولك متغيره، تعالي لي انا او لمحمد اشرف، علي خاطب ملناش دعوه بيه. ممكن احنا هنساعدك ترجعي. هنكرهك في البني ادمين عامه. احمد عنده طقم بوكسرات. طب بوكسرات تمشي منه. البوكسر ب 25 جنيه. 25 جنيه ده تأجره. انت ما تنفعش تشتريه، ده ما تقتلش يابا. 20 جنيه يا باشا.
بوكسر مفتوح الكيس. الحاجة التالتة، النصيحة التالتة، ما تخطبش، كل بابل جام. تمام. واخر حاجة هطلب منكم حاجات. اول حاجة تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وهتلاقي رقم فودافون كاش تحت. ابعت ان شاء الله لو جيني نساعد عليه يتجوز ويبطل ياكل بابل جام. في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، وتفعلوا الجرس، وسلام. انت